الجميع على الأرض لتبدأ الحفلة. بهذه الكلمات اقتحم يان إريك أولسون مسلحا برشاش في وسط ستوكهولم 23 أغسطس لعام 1973 مطلقا عملية احتجاز رهائن. احتجز يان أولسون على مدى 6 أيام 4 موظفين، 3 نساء ورجل كرهائن، وأرسل عدد كبير من الشرطيين إلى المكان، وانتشر قناصة من النخبة صوبوا أسلحتهم نحو الباب، بينما استخدم يان أولسون رهينتين كدروع بشرية مهددا بقتلهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج انجليشاوي على يوتيوب. قبل ما نبدأ مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. بس طالما وصلت الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناة وتشير الفيديو مع كل حبايبك عشان الفايدة تعم. ويلا نبدأ، بسم الله. تذكر كريستين إنيمر إحدى المختطفين والتي كانت تبلغ من العمر 23 عاما في رواية قدمت فيها شهادتها عن الحادثة. تقول في تفاصيل الواقعة أنها فكرت كثيرا في ذلك الموقف المجنون الذي وجدت نفسها فيه، مضيفة على ذلك أنها قالت: لقد أصبحت أنا متلازمة ستوكهولم. ما معنى مصطلح متلازمة ستوكهولم؟ هذه التسمية تشير إلى حالة يطور فيها أشخاص محتجزون رابطا عاطفيا مع آسريهم، وأوضحت قائلة: كنا مذعورين عالقين بين خطرين، جانب الشرطة جانب آخر الخاطف. كان لأولسون الخاطف أكثر من مطالب، أولها 3 ملايين كرون وهو ما يعادل 700,000 دولار، وإطلاق سراح كلارك أولفسون أحد أشهر سارق البنوك والذي كان مسجونا في ذلك الوقت، وإحضاره إلى البنك. وفيما سعى لتهدئة الوضع وافقت الحكومة السويدية على مطالبه. كانت البلاد بأسرها مذهولة بهذا الحدث الاستثنائي الذي نقل في بث مباشر على الهواء. من جهته يروي بيرتل إريكسون المصور الذي غطى الحدث لوكالة فرانس بريس قائلا: عندما وصل كلارك أولفسون تولى زمام الأمور وأجرى مفاوضات مع الشرطة بطريقته الخاصة، ويضيف بأنه كان يتمتع بكاريزما قوية وكان متحدثا جيدا. وبمجرد وصول أولفسون هدأ أولسون طبعا ما رأت كريستين إنيمر فيه منقذا، وتقول في شهادتها: وعدني بأنه لن يحدث لي شيء وقررت تصديقه. وتقول أيضا: كنت في 22 وكنت مذعورة. وتحدثت الشابة عبر الهاتف مع السلطات مرات عدة خلال احتجاز الرهائن، وصدمت العالم عندما خرجت إلى العلن ودافعت عن خاطفيها. غريب. وقالت في اليوم الثاني من أسرها خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء إنذاك: أنا أثق تماما بكلارك وبالرجل الآخر ولست خائفة منهما على الإطلاق، لم يفعل لي شيئا، كانوا لطيفين للغاية. تعرف ما يخيفني؟ أن تقتحم الشرطة البنك. في نهاية اليوم السادس قررت الشرطة التحرك، اخترقت سقف البنك، رشته بالغاز، استسلم يان وحررت الرهائن. كان الطبيب النفسي نيلس بيرو ضمن فريق المفاوضين، وحلل سلوك اللصين والرهائن مباشرة، وابتكر فيما بعد مصطلح متلازمة ستوكهولم. عرف الخبراء متلازمة ستوكهولم بأنها استجابة نفسية يبدأ فيها الرهينة أو المخطوف أو الضحية بالتعاطف مع خاطفيه وكذلك مع أجندتهم ومطالبهم. النقطة التالية: من أين جاءت تسمية متلازمة ستوكهولم؟ جاءت هذه التسمية من عملية السطوة التي ذكرناها آنفا. النقطة التالية: من هي أشهر حالات متلازمة ستوكهولم؟ أشهر حالات متلازمة ستوكهولم الحالة الأكثر شهرة هي باتريشيا هيرست عام 1974 بعد حوالي 4 أسابيع من احتجازها كرهينة من قبل جيش التحرير السيمبيوني. ساعدت هيرست خاطفها على سرقة بنك في كاليفورنيا، وزعمت أنها تعرضت لعملية غسيل دماء، وأصبحت مؤقتا مدافعة عن أيديولوجية خاطفها. هذا ما لدينا عن متلازمة ستوكهولم. وعارف عنها أي معلومات تانية يا ريت تسيبها لنا في خانة الكومنتس وهنقراها إن شاء الله عشان نكمل الموضوع بتاعنا. أتمنى كمان منك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، تقول لنا كلمة حلوة كمان في الكومنتس، وخليك دايما فاكر وأن سعيه سوف يرى. سلام.